بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. لا ريب أن الملايين من المسلمين على اختلاف بلدانهم وحظوظهم من الثقافة لا يعلمون شيئا عن تركستان الشرقية وعن أهلها المسلمين. فما هي تركستان الشرقية؟ ومن هم أهلها؟ وما الذي يحدث بها؟ إن تركستان الشرقية جزء من تركستان الكبرى التي تعرف في المصادر التاريخية العربية ببلاد ما وراء النهر، وهي منطقة شاسعة المساحة عظيمة الثروات، تقع في قلب آسيا، نشأ بها العديد من دول الإسلام الكبرى، وهي موطن القراخانيين والسلاجقة والعثمانيين. وبها كانت مدن عظيمة مثل كشغر وختن وسمرقند وخوارزم وخيوة وبخارى وخوقند وغيرها من المدن التي قدمت للحضارة الإسلامية الكثير من العلماء والفقهاء والقادة، من أمثال الفارابي ومحمود الكشغري والبيروني والسكاكي والجوهري وسليمان بن داود الفقيه المعروف بحجاج الختني، والمحدث المعروف يوسف بن عمر الختني، ووالي دمشق الوالي العادل أنشتك أبو منصور الختني وغيرهم. حبى الله تركستان الشرقية بموقع استراتيجي هام وثروات هائلة، فهي ذات مساحة شاسعة، فمساحتها 1,828,418 كيلومتر مربع، وهي تمثل محور اتصال الصين بآسيا، ويمر بها منذ القدم طريق الحرير الشهير الذي يبدأ من أقصى شرق الصين ليصل إلى تركستان الشرقية، ويتفرع عبر مدنها مثل كشغر وختن حتى يصل إلى مختلف مناطق آسيا وأوروبا. أما عن ثروات تركستان الشرقية فهي ثروات هائلة ومتنوعة، مثل النفط والغاز الطبيعي باحتياطيات هائلة تضاهي كبريات الدول المنتجة للنفط كالسعودية والعراق والكويت وإيران، ويوجد بها أيضا معادن الذهب واليورانيوم والحديد، وتتمتع بمصادر مياه ضخمة من أنهار وبحيرات وأمطار، وبها مراعي طبيعية شاسعة. وأما أهل تركستان الشرقية فهم أتراك مسلمون من أصول تركية مختلفة مثل الأيغور، وهم يشكلون غالبية سكان الإقليم، والأوزباك والقازاق والقرغيز والتتار. وحسب إحصائيات جهات مستقلة يقدر تعداد التركستانيين الشرقيين بحوالي 35 مليون نسمة من الأتراك المسلمين، وهم ما زالوا إلى اليوم يكتبون لغتهم بالحروف العربية منذ 1000 سنة. دخل الإسلام تركستان الشرقية في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وتم فتحها على يد القائد الباسل قتيبة بن مسلم الباهلي عام 95 هجري. وفي سنة 232 هجري تشرف الخاقان السلطان سوتق بغراخان مؤسس الدولة القراخانية بالدخول في الإسلام، وتبعه أبناؤه وكبار رجال الدولة، ومنذ ذلك اليوم أصبح الإسلام دينا رسميا للدولة، وطبقت فيها الأحكام حسب الشريعة الإسلامية، وكانت لهم صولات وجولات في تقدم الحضارة الإسلامية. لكن الأيام دول، فقد ذهبت دولتهم ووقعوا فريسة للاحتلال الصيني الشيوعي سنة 1949 للميلاد، ومنذ ذلك التاريخ دأبت الصين على تغيير ملامح المنطقة وتقاليد أهلها وصبغها بصبغة صينية صرفة، فقامت بعدة إجراءات جائرة تحقق لها أهدافها، من تذبيب كيان هذا الشعب في كيان المجتمع الصيني اللاديني. نذكر من أخطرها ما يلي: الاضطهاد الديني، فمنذ احتلال الصين لتركستان حضرت ممارسة الشعائر الدينية ومنعت التعليم الديني، وأغلقت المدارس الإسلامية، وأحرقت الكتب الإسلامية والمصاحف، وسجنت العلماء،
وحكمت على بعضهم بالإعدام وعلى البعض الآخر بالسجن المؤبد، ومنعت من إنشاء مساجد جديدة، ووضعت المساجد الموجودة تحت المراقبة الشديدة، ومنعت من يقل عمره عن 18 سنة من دخول المسجد، كما منعت التلاميذ في المدارس والجامعات والموظفين في الدوائر الحكومية من تأدية الصلاة ومن صيام رمضان، وأجبرت الطالبات على نزع الحجاب وكشف الشعر. ومنها الاستيطان الصيني، فقد أغرقت الصين تركستان الشرقية منذ احتلالها بملايين الصينيين من الملحدين والوثنيين المهجرين من أنحاء الصين إلى تركستان، في محاولة منها لتصيين تركستان الشرقية ديمغرافيا، حتى تحول المسلمون فيها من 95% إلى 40% من نسبة السكان. ومنها أيضا التمييز العنصري، ففي تركستان الشرقية يتمتع الصينيون بامتيازات خاصة ودعم حكومي بلا حدود، فتبلغ نسبة الصينيين العاملين لدى الدوائر الحكومية والوحدات الإدارية والمؤسسات الصناعية والمصانع 95%. أما الشعب التركستاني المسلم فعاطل عن العمل، ويعيش معظمهم على هامش الحياة في مراعيهم ومزاريعهم البدائية، وكلما تقدم خريج الجامعات بطلب العمل يرفض طلبهم، وكل ذلك كان يجري داخل تركستان الشرقية وسط صمت المجتمع الدولي والتعتيم الإعلامي وصمت الدول الإسلامية، حتى إذا ما وقعت مجزرة عرمشي في 5 يوليو من سنة 2009، حينما تظاهر عشرات الآلاف من المسلمين التركستانيين في شوارع عرمشي مطالبين بالعدالة والمساواة ووقف التمييز العنصري ضدهم، وقمعتهم السلطات الصينية بإطلاق الرصاص الحي عليهم، فقتل أكثر من 3000 شخص وجرح الآلاف، واعتقل أكثر من 30,000. فلما وقع ما وقع بدأ العالم يفيق من سباته العميق ويسأل من هم التركستانيون ومن هم الأيغور، وها هم التركستانيون وها هم المسلمون الأيغور يستنجدون، فهل من نصير؟